المحامي أشرف عبد العزيز وغرامة إبراهيم فايق اللي دايما احنا بقينا نقول عليه إنه مش فايق، جاله طبعا غرامة 1,000,000 جنيه في قضية تسريبات الفار. وطبعا كالمعتاد المحامي أشرف عبد العزيز اللي بيدافع عن كل الأهلاوية لأنه هو محامي الأهلي، فبالتبعية لازم طبعا إن هو يدافع عن إبراهيم فايق في القضية دي. لما جات له الغرامة 1,000,000 جنيه، إبراهيم فايق استند على إيه؟ وأشرف عبد العزيز دافع عنه بأمارة إيه؟ أشرف عبد العزيز للأسف وهو رجل قانون قال إن مفيش أي حقائق أو دلائل تدل على إنه ممنوع إذاعة أي فيديوهات من تسجيلات الفار. طبعا الكلام ده كلام يعني مش منطقي وما يدخلش عقل. دي أول حاجة إنه استند عليها. تاني حاجة استند على إن إبراهيم فايق ده معلق أو محلل رياضي وإن دي طبيعة عمله فلا يحاسب. إزاي؟ ده احنا عندنا لجنة لضبط المشهد والإعلام الرياضي بتحاسب أي حد بيطلع يقول كلمة يعني على النادي اللي احنا عارفينه. يبقى ازاي ان هو علشان طبيعة عمله فان هو يقدر يقول اللي هو عايز يقوله؟ لا طبعا. تالت حاجة قال ان اللي رافع القضية ليس ذو صفة وان ابراهيم فايق لم يرتكب اي جرم. احنا ما قلناش انه مجرم، هو بس بيدمر الرياضة المصرية بس خليفة شوبير، ده كل اللي هو عمله. آخر حاجة استند عليها المحامي أشرف عبد العزيز واللي أنا استغربت لها قوي ولفتت نظري قوي، إنه قال في النهاية إن إبراهيم فايق كان بيعرض مشكلة أو بيتناول أشياء بتخص قضية بتمس الدوري المصري. ختامها مسك. أشرف عبد العزيز بيدافع عن إبراهيم فايق بعد ما القضاء المصري طبعا النزيه اللي احنا دايما بنثق في قراراته في غرامة 1,000,000 جنيه على إبراهيم فايق. واللي أنا أعرفه إن لو إبراهيم فايق يعني خرج من القضية دي بعد ما عمل فعلا جرم وهو تسريب لفيديوهات الفار وفي قضية فعلا تمس الدوري المصري وخرج منها كده، لا يبقى احنا ساعتها نقول ان في وقفة وكده يبقى في مشكلة في الرياضة المصرية.